حياكم الله اخواني. المنتخب الجزائري يودع افريقيا من دور الثمانية ويخسر مباراته امام المنتخب النيجيري بهدفين مقابل لا شيء. بدأت المباراة وكنا نمني النفس أن نشاهد المنتخب الجزائري بغير ما شاهدناه. المنتخب الجزائري بدأ المباراة متحفظا متراجعا في مناطقه، والمنتخب النيجيري بدأ شرسا هجوميا وأخفى عيوبه الدفاعية من خلال هجومه والانقضاض على المنتخب الجزائري داخل مناطقه. بل أنه مارس الضغط العالي على لاعبو المنتخب الجزائري. المدرب الجزائري وعلى غير العادات بدأ برسم تكتيكي جديد، 4 مدافعون و 5 لاعبون وسط. حتى تكسب الوسط لا يمكن أن تكسبه بكثرة اللاعبين بل بالنجاعة داخل خط الوسط، ولم تكن هذه النجاعة موجودة. بالعكس أن المنتخب النيجيري بقي في مناطق المنتخب الجزائري طوال الشوط الأول، وكنا نمني النفس أن ينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي، وهو ما حصل عليه الجزائر. كنا نمني النفس بأن يبدأ المنتخب الجزائري الشوط الثاني بطريقة أفضل، وأن يحسن المدرب الجزائري رسمه التكتيكي ويغير ويبدل ويعطي تعليمات للاعبين بحسن نقل الكرة وبالتقليل من الكرات التي كانت مقطوعة. تمريرات كثيرة كانت مقطوعة داخل مناطق المنتخب الجزائري، إلى أن الشوط الثاني بدأ أسوأ من الشوط الأول، والمنتخب النيجيري كان يدرس المنتخب الجزائري بشكل أفضل. اعتمد على العرضيات لاستغلال قدرة أوزيمين على الكرات الهوائية، فحصل على ما يريد وسجل أوزيمين الهدف الأول في غفلة دفاعية غريبة. أن المدافع الجزائري كان يسيء التغطية مع أوزيمين لم يكن يراقبه بشكل جيد. ازدادت الأمور سوءا عندما تلقى المنتخب الجزائري الهدف الثاني، ويبدو أن مباراة الكونغو الديمقراطية هي يعني أوفت بظلالها على المنتخب الجزائري، وكان بدنيا يعاني كثيرا، كان فنيا يعاني كثيرا. بل أن لم نشاهد أي تحولات، لم نشاهد نجاعة هجومية. الكرة في مناطق المنتخب الجزائري لغاية الدقيقة 70 بعد يعني تسجيل هدفين، يعني المنتخب النيجيري بدأ يتراجع لأنه ضمن النتيجة وكان هو المتسيد المباراة. بل أن الاستحواذ وصل تقريبا إلى 65% من المباراة كاملة في دقائقها. لم يقدم أي شيء الجزائر اليوم، على عكس المباريات السابقة، على عكس المتعة الكروية التي قدمها الجزائر في مبارياته السابقة. لكن هذا هو حال كرة القدم. أتمنى أن نشاهد الجزائر بكأس العالم بشكل أفضل. أتمنى على مدرب الجزائر أن يعيد النظر في بعض الأمور. اللاعبون المصابون الذين خرجوا من تشكيلة الجزائر تركوا أثرا سلبيا. البطء الهجومي كان حاضرا اليوم. لم يقدم الجزائر أي شيء يشفع له في هذه المباراة. ألف مبروك المنتخب النيجيري، تستحقون هذا الانتصار عن جدارة واستحقاق، وهارد لك المنتخب الجزائري. نقطة أخيرة، التحكيم في الاتحاد الأفريقي سيء جدا. صراحة كثير من القرارات الجدلية، الكثير من البطاقات الصفراء التي شهدتها المباراة لم تكن مبررة ولم تكن في مكانها السليم. لكن
على الاتحاد الأفريقي أن يعيد النظر في طريقة التعامل مع الحكام. الحكام بحاجة إلى دورات كثيرة. الحكام بعض حكام في أفريقيا لا يستطيعون إدارة مباراة بسيطة جدًا. على كلٍ، الجزائر أنتم كسبتم قلوبنا، وخرجتم يعني وأنتم مرفوعون الرأس، وقدمتم أداءً طيبًا في هذه البطولة. كما قلت لكم سابقًا، أتمنى أن أشاهدكم في كأس العالم بشكل أفضل، وhard luck، حظًا أوفر في المرات القادمة. ألف مبروك المنتخب النيجيري، تستحقون الفوز.